انا عمال افكر شنيور وواوية الميكانيكال أيوة. وبتاع، وفي الاخر تقولي لي طب. طب انا شايفه من وجهه نظري ان في علاقه جباره ما بين الاي اي عامه او التكنولوجي والطب والحاجه الميديكال وكده. اي اي تفتكر ممكن تدخل في الميديكال كاتيجوري لاي مدى ممكن يعني؟ شايفه ان الروبوتات ممكن تدخل تعمل عمليات كامله؟ اوكي، ده سؤال ديبيتبل جدا. مم. النهارده عندنا حلقه جامده مع فيرونيا الكعبك. ازي حضرتك؟ الحمد لله. دكتوره ازيك؟ انا تمام. كله تمام. تمام الحمد لله. فيرونيا عرفيني بنفسك. انا فيرونيا فيكتور، عندي 19 سنه، اولى كليه طب بشري، ما شاء الله. يعني عندي سيره طويله لسه. ابتديتي امتى بقى تتعلمي تكنولوجي؟ انا ابتديت من 2018 غالبا يعني حوالي 8 سنين. 8 سنين. 8 سنين بالظبط. دي كانت اول ستيب ليا يعني في عالم التكنولوجي ويعني كانت الاول خلاص، يعني ما كنتش حابه الاول الموضوع، بس لما دخلت ديب ليها لا انا حبيت قوي قوي لدرجه ان انا لسه ما سبتهوش يعني انا كان عندي اوبشن ان انا اسيب الروبوتكس وكده عشان ادخل اكمل في طب، تمام. فانا ما رضيتش اعمل الحركه دي علشان انا حابه دي حاجه اتزرعت فيا من وانا صغيره فانا حبيتها. طب ال8 سنين بقى دول عايز بقى بسرعه كده احكي لي عملت فيهم. اولا دخلت طبعا اخدت كورسات، عرفت الفيكس و اي في 3 ان اكس تي، الحاجات البدائيه خالص دي. بعد كده بدات ادخل المسابقات شبه الار سي روبوت تشالنج، او ار سي اي، جي ار سي، او ار سي اي، حاجات كتير يعني، في مسابقات عامه مسابقات كتير قوي. مختلفه. تمام. كاتيجوريز بقى عامه، يعني لاين فولوور، سومو، سينيور سوكر، دي كانت حاجه اردوينو، ودخلت بقى اخدت كورسات اردوينو عشان اعرف اتعامل وادخل سوليد ووركس واخد افهم اكتر عن البروجرامينج بتاعهم واللغه السي بلس بلس والبايثون والحاجات دي بس. عملتي حاجه بالاردوينو في بروجكت فاكراه ممكن يعني هو تكلميني عنه؟ مسابقه السينيور سوكر دي مم. كان تو روبوتس كده بيواجهوا بعض، مسابقه زي ماتش كوره عادي، بيبقى في كوره في النص وتو روبوتس كور، تو روبوتس معمولين من اردوينو بيكونوا واقفين على جناب الجراوند، ونبدا نبدا الماتش 3 مينتس، واللي يجيب جون في التاني بقى هو ده عملتي الكسبان. ايه كان دورك بقى في في انا الديزاين كنت بحب والبروجرامينج؟ الميكانيكال بورت قوي، يعني بحب البورت اللي هو ليه علاقه بالميكانيكس، واقعد شنيور بقى واعمل، لا بحب البورت ده قوي. انت كل الكلام اللي انت بتقوليه ده انا عمال افكر شنيور وواوية الميكانيكال وبتاع، وفي الاخر تقولي لي طب. طب ده فعلا كان ليه يعني بقى؟ ناس كتير قوي استغربت فعلا ان انا دخلت كده. فانا شايفه من وجهه نظري ان في علاقه جباره ما بين الاي اي عامه او التكنولوجي والطب والحاجه الميديكال وكده. انا اول كلمه اتقالت لي اول ما دخلت الكليه ان يا جماعه في يعني similarities رهيبه ما بين الاي اي، وهنستخدمها حاجات كتير قوي في الطب، وبالذات الجزء بتاع السيرجري والعمليات الجراحيه. وده تخصص الصراحه اللي انا يعني حابه ادخله، حابه يعني تدخلي ايه؟ حابه ادخل جراحه بس يعني. ما شاء الله. يا رب يعني. ان شاء الله. فيرونيا احنا سافرنا مع بعض معسكر في امريكا من كام شهر كده. من احلى المعسكرات. تمام. حابك تقولي لي اثر فيكي ازاي وتحكي لي عن تجربتك في المعسكر ده. عامه احنا رحنا الاول لورنس تاك يونيفرسيتي اللي كانت في ميشيغان ساعتها في يو اس اي. كامب هناك كان حاجه يعني، كان one of the reasons اختار عرفت اختار بيها كليتي. ازاي بقى؟ ازاي بقى؟ احنا كنا في جامعه اول بتاعه تكنولوجي حاجه ليها ورحتي علاقه رجعتي دخلتي طب. خالص فهميني يعني. بقى. اول ويك خالص دخلنا بايو ميديكال انجينيرنج، يعني انا كنت عايزه اعرف، كان عندي كيوريوسيتي كده ان انا عايزه اعرف ازاي، طب ازاي ميديكال وحاجه في انجينيرنج في نفس الوقت. ودي بقى الحاجه اللي خلتني ادخل واعرف ان في جماعه لا في كومن ما بين التكنولوجي والطب فعلا. ده ساعتها عرفت ان انا يا جماعه لا انا عايزه ادخل طب عشان اعرف ادخل التكنولوجي اكتر جوه المجال ده. شايفه كل الحاجات اللي انت درستيها والبروجرامينج وكده هيفرق معاكي كتير في شغلك وفي تأديتك لو انت بتعملي عمليه او حاجه؟ عامة احنا كعمليات، وانا شايفة ان اللي بيفرق دكتور شاطر عن لأ، او دكتور الناجح عن لأ، ان هو بيبقى عنده تكنولوجي عالية ولا لأ. يعني مثلا انا دلوقتي لو رحت للدكتور وشايفه ان لا يا جماعه ده بيشتغل باجهزه وبيشتغل بحاجه تكنولوجي عاليه قوي وجايب تكنولوجي من بره، لا يعني ليفل التكنولوجي عنده اعلى، هيساعده في التشخيص يكون هيساعده في ادق الدايجنوزس واسرع. جدا طبعا. الدايجنوزس بتاعه هيبقى اسرع، ادق. والعمليات بالظبط، والعمليات نفسها during السيرجري هو نفسه هيبقى
اللي هو اسهل بكتير، او بالنسبه له اسهل ان هو يستخدم التكنولوجيز دي عشان هتسهل عليه كتير. شايفه ان الروبوتات ممكن تدخل تعمل عمليات كامله؟ اوكي، ده سؤال ديبيتبل جدا. امم وانا شايفه ان ما ينفعش نبقى توتالي نعتمد على الروبوتس، وما ينفعش برضه نبقى توتالي بنعتمد على البشر بس. لازم يكون في ميكس ما بينهم. غير العلم، ايه التاني اللي انت استفدتيه في المعسكر؟ عامة بقى في المعسكر كان we having fun يعني all the time beyond بقى اللي هي الدراسة وكده. فكان بقى ده يعني برضو having fun ده including بقى ان احنا بنقدر نعمل اجتماعيات community بقى حلوة قوي، و we are getting sociable اكتر مع ناس. plus ان انا بقى بدأت اطور الانجليش بتاعي واللانجوج بتاعتي اكتر. فدي كانت حاجة حلوة قوي للبراكتس كمان. كل ما بنطلع بره اكتر وفي بلاد كتير اكتر، كل ما بنتعلم عن الكالتشر بتاعت ناس تانية اكتر، ونقدر نتكلم معاهم ونبقى جت كونتاكت يعني. انت دكتوره مهندسه يعني. يعني في النص كده. بمناسبه الاي اي بقى، انت شايفه الاي اي ممكن ياخدنا ويروح بينا لغايه فين؟ انا شايفه ان احنا لسه ما وصلناش للماكسيمم اللي نقدر نقول عليه ان احنا يا جماعه عندنا تكنولوجي لسه. يعني انا احنا شايفه كمصر ولا احنا لا، كعالم؟ احنا كمصر يعني اه بتكلم على مصر. احنا كمصر لسه ما عندناش تكنولوجي كفايه مقارنه ببقيه الدول. يعني انا حاسه ان احنا بناء نقدر على ايه الكلام ده اكتر. طيب؟ بناء على ايه؟ بناء ان احنا بنشوف مثلا الصين دايما هي اللي بتجيب لنا تكنولوجي، وبتجيب لنا دايما اجهزه. يعني simplest example ان احنا دايما بنستورد حاجاتنا من الصين. اجهزه اجهزه طبيه ولا كل وذر الاجهزه؟ طبيه او كهربائيه، يعني مم. وذر طبيه او كهربائيه. فاحنا حاجاتنا دايما بتيجي من الصين. فليه احنا ما نعملش كده بقى؟ يعني ليه احنا نبقى دوله مصنعه للتكنولوجي. بالظبط. ما بيكوا بقى، يعني انتوا يا رب بتتعلموا ممكن يعني. تدخلوا طب، مين اللي هيصنع لنا؟ هندخل بقى. لا طب انت لما سافرتي امريكا ودخلت، انت قعدتي 3 اسابيع في الجامعه اقامه كامله وبتدرسي بالظبط. 3 كورسات مختلفه، طلعتي لشركات بره زيارات مش كده؟ طلعت تمام. الشركه. كان عندي اخر اسبوع خالص كان 3D printing وديزايننج وكده. مم. فطلعنا بقى شفنا بره ديزاينز لمول او لشركه كده بره. كان ديزاين حلو قوي الصراحه، يعني انا عجبني وقعدنا نصور فيه، وقعدوا يحكوا لنا بقى هناك الماشينز اللي بتشتغل هناك بتشتغل ازاي عندهم، والتكناليتيز اللي بيشتغلوا بيها ازاي. وحاجات كانت طب شايفه خرافيه. بقى الفرق بره التكنولوجي عن هنا ايوه، ايه؟ فرق في ايه رهيب، فرق فرق رهيب؟ رهيب، ايوه. طب احنا ازاي نوصل للناس دي؟ نوصل ازاي للناس دي؟ ان احنا بقى نشتغل على نفسنا اكتر. يعني مفيش حد بيوصل، ما نقدرش نوصل لهم في يوم وليله. يعني احنا نفضل نشتغل اكتر اكتر ونطور اكتر. كل ما بنطور كل نطور ايه؟ ما نطور ايه؟ نطور تفكيرنا، المايند سيت بتاعتنا. كل ما المايند سيت وده بتاعتنا يتطور تكبر. ازاي؟ نطور ازاي برضو؟ بالكورسات الكتير، ناخد تعليم. بروجرامينج، تعليم عامه. بالظبط. تعليم. تعليم، ايوه. تعليم المدارس. تعليم مدارس، وتعليم برضو بجانب المدارس حاجه ما هو احنا بروجرامينج لازم بقى ندرس البروجرامينج ده ستيم بقى. والستم في المدرسه. بالظبط. وكل كل المناهج، تخيلي كده اللي انت كنت بتدرسيه ده لو انت بتدرسي كل المناهج بتاعتك بنفس الطريقه دي، كان تبقى ايه شكل الموضوع المدرسه عامل مختلف. ازاي؟ ما كنتش عايزه الموضوع بقى مختلف تروحي من بالظبط. المدرسه. بالظبط. فعلا. فيرو، بمناسبه الاي اي مم. والتطوير التعليمي اللي احنا بنتكلم فيه وفرق التكنولوجي اللي احنا فيه عن بره، والحاجات اللي انت شفتيها في مسابقاتك وكده، انا حابب ان الاي اي يسالك سؤال، يلا بينا. ولو عندك سؤال برضو للاي اي انت تساليه له. ماشي. تعالوا نشوف. حلو جدا. طيب يا فيرونيا، ايه اكتر تحدي واجهك لما قررتي تغيري مسارك من الروبوتكس للطب، وازاي تغلبتي عليه؟ اكبر تحدي واجهني ان انا ممكن ما اعرفش اعمل بالانس ما بين حياه الروبوتكس وكده، عشان دي حاجه انا بحبها قوي وماي هوبي يعني. وحياه الورك لايف بقى اللي انا هدرسها والستادي بتاعتي اللي هي الطب والميديكال كاتيجوري وكل الحاجات بقى اللي انا حباها. بس التوازن ده مش سهل، لكن واضح انك عارفة قيمة كل جانب. انا متأكد انك هتلاقي الطريقة المناسبة ليكي. دلوقتي بقى، ايه السؤال اللي حابة تسأليه لأيمن على الهوا؟ اوكي. هو هتساله لك انت، مش هتساله لايمن. AI تفتكر ممكن تدخل في الميديكال كاتيجوري لأي مدى؟ ممكن يعني تقدر تدخل في مجال الطبي عامة لأي مدى؟ ده سؤال مهم جدا. أنا شخصيا شايف إن الذكاء الاصطناعي ممكن يوصل لمستويات متقدمة في المجال الطبي، زي مساعدة في التشخيص، تطوير علاجات، وحتى تحسين العمليات. لكن في النهاية هيكون دايما دور الطبيب والإنسان أساسي، لأن الرحمة والقرار الأخلاقي ملهمش بديل. نموذجية. نموذجية.
شايفه ان دراستك للروبوتكس والبروجرامينج والديزاين غير شكل المايند طريقه سيت. تفكير المايند سيت اه بتاعك؟ ايوه، انا حاسه ان الروبوتكس دلوقتي بقت تتجه ناحيه ايه، اللي هو احنا محتاجين نفكر بطريقه، طب ده لو ما حصلش او لو حصلت مشكله هنا هقدر احلها ازاي، واعرف كده من بدري شويه، يعني اقدر اتخيل ايه هي المشكله اللي ممكن تحصل لي قدام، فاقدر اتجنب المشكله دي بان انا اخطط لها واعملها بلان بي من دلوقتي. حابه تقولي ايه للناس اللي ما دخلتش بقى المجال اللي انت دخلتيه اه ده؟ يا جماعه فايتكم كتير قوي قوي. فايتكم كتير قوي، فايتكم حماس، فايتكم تغيير المايند سيت بتاعتكم، فايتكم ان احنا نعمل ميموريز جديده، فايتكم ان احنا نتعلم بجد بجد، هنتعلم حاجات كتير قوي ونغير في شخصياتنا كتير. يعني انا واحده من الناس اللي غير في شخصيتي كتير قوي برضو الروبوتكس، خلاني واثقه من نفسي اكتر. يعني ممكن وانا صغيره كان لسه الدنيا بتوتر كتير قوي كنت برضو، دلوقتي لا، الدنيا اختلفت تماما. انا مبسوط جدا يا فيرونيا، انا مبسوطه اكتر بجد. وانا يعني مش يعني تبقي دكتوره شاطره وما يا رب. تجيلكيش. لا لا يا رب ما تجوش ان شاء الله. وان شاء الله تبقي ناجحه والطب يتطور يا رب. على ايدك بالحاجات اللي انت درسيها واللي انت لسه بتدرسيها لغايه دلوقتي. ميرسي جدا. عفوا عليك. مم. ميرسي.